خالقات هم اللي طلع نوجههم المجتمع البيضان بصفة عامة. يقول مجتمعنا يحسن فيه متقلاب الدهر البدال متبدل وطن عليا مصير الشباب والأجيال. كنا مجتمع ذا اللي فات تصيل وجبنا من لبات ثقافة نبيلة بتنات على قيم وعلى خصال ما قط ذا اللي فات وراث مجتمع ثاني محال. سبحنا في أمواج الحياة بالعلم وقرينا الأجيال قرايتنا ما هي تفتات باللوح والقلم والصنصال وبدواية مكتوبات آيات من الذكر الحكيم أموال فمر الدقيقة والخلافات اللي هم فيهم الإشكال درنا حل مؤسسات وقوانين تنظم الأفعال. خيطناهم بالمساواة والعدالة في الحكم قبال وعند منين الحياة قسات في أمور المعاش وفي المال كسبنا حيتنا ومضات الأيام علينا بالترحال. وزهدنا في التجرة وعطاتنا ذيك التجرة ربح حلال بيها بنينا زاد خيامات كبارات وعدنا مثال في السترة وزين العادات اللي ما تقبل الاختلال. وتغنينا بالبطولات بيها فخورين ومزال غنانا مرفود ورايات غنانا في المدح والأطلال ما حذرت في الجو تعلات في توحيد الحي الجلال قلنا قيفان اطلع زينات. كيفتهم ما قط قالوا نحكوا في انواع المقامات كالرفاق وهو وكحال سنيمه وبياض وردات جبتيت وبيقي وعضال. وكنا باش نخط الاوقات عند منين علينا تطوال بزوان وحكي روايات منسوجه مصر بالخيال والله زاد مسابقات للغاز وصياغه الامثال. سبحانك الواحد في الذات معود عنه ذا كامل زاد ذاكر بيها الاخلاق بكات والعين بكات افطن والبال مجتمعنا يحسن فيه. سبحانك يا الحي المعبود الفرقان والخيام السود غابوا محاصر عند الشود غابوا الغنام وليبال غابت والطبع الما موجود مثل في البشر من خلال بساطة في العيش وجود مع ذاك وكرم التعدال ذاك مجتمعنا معهود كان من قولة كان قبال واضح حقه له مشهود على انه عادل لا تحجال ذاك مال في البال يكون ومثقب الحريقة في البال مجتمعنا يحسن فيه. ومر التراث خلى عنا تراث أصيل يعبر عنا كانوا في المجد مسكنا بعادات وحكمة وأقوال ما تمرق نطاق السنة وبعيد من أمور الضلال بها شعنا زاد وكنا مجتمع حر ديما مثال. واليوم الصك الواحد منا على راسه يطرح سؤال عاقب الأسلاف شعدنا وش واسينا زاد من أفعال تفقريش ولا الزيبنا وقولان طلع وقلال وركوب الخيل بلا عنا والمجد وبطالة الأبطال عن ذا حد لا سونا لا نقولوا الأجيال من الشيء وطمي لا قلنا شما وشر المعنى دال بنا باطل